السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا دايما بأحسن حال. النهاردة ان شاء الله هنعمل الشيش طاووق، هنعمله بطريقة سهلة وبسيطة وتتبيلة روعة. جربوه بالطريقة دي ان شاء الله هيعجبكم. وده شكل الشيش بتاعنا، وهنعمل معاه مايونيز بطريقة صحية من غير بيض. هنا دي معايا اوراق فراخ اللي هي الورك من فوق، مش الدبوس، ما بنخليش الدبوس زي ما انتم شايفينه كده، انا خلي الصفحة بتاعته من فوق. وباجيبه باغسله كويس وبنقعه في المحلول بتاعه اللي بنقع فيه على طول، اللي هو خل وملح ودقيق وليمون. بنقع فيه الفراخ عشان يشيل منه اي زفارة، وبقطعها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده كده، مكعبات زي ما انتوا شايفين كده. بعد كده بعد ما قطعتها مكعبات، باجيب التتبيلة بتاعتي اللي هتبل بيها الشيش طاووق. دي معايا بصلتين وطماطمتين وخمس ست فصوص توم كبار ونص حباية فلفل رومي ونص حباية فلفل حامي. لو مش حابين الحامي دي حاجة ترجع لكم. بضربه كده في الكبة أو في الخلاط. لو احتاج معايا أي سائل عشان ينضرب معايا كويس وينعم، بحط معلقتين خل عليه. هنا باحط ربع معلقة نُص معلقة صغيرة ملح عشان بس تنزّل لي المَيّة بتاعة البصل. وأنا باضرب كده هافضل أضرب لحد ما ينعم معايا، وزي ما قُلت لكم لو ما انضربش معاكم كويس في شفشق الخلاط أو في الكبة، بنحط عليه معلقتين خل. هنا فرمته كويس جدًا لحد ما ناعم زي ما أنتم شايفين بالشكل ده كده. باجي بقى بيكون معايا بولة وباحط عليها مصفى، هاصفّي الخليط ده كلّه اللي أنا ضربته في الخلاط، هاصفّيه لإن أنا محتاجة المَيّة بتاعته بس، مش محتاجة التفل بتاعه بتاع البصل والطماطم، أنا محتاجة المَيّة بس اللي هاتبِّل بيها. بافضل أضغط على المصفى كده لحد ما تنزّل المَيّة اللي عندي كلّها. بافضل أضغط كده في المصفى لحد ما المَيّة كلّها تنزل. زي ما أنتم شايفين المَيّة نزلت واتفضّل معايا اللي هو تفل البصل والطماطم. ده بقى ممكن ده بقى التتبيلة بتاعة المَيّة اهي، هاحط عليها نُص معلقة صغيرة فلفل أسود، ربع معلقة صغيرة س7 بهارات، معلقة صغيرة كمون على كزبرة، معلقة صغيرة بابريكا، نُص معلقة صغيرة كاري. دي خلطة شيش، الكيس اللي هو كنور أو ماجي، خلطة الشيش طاووق. ودي نُص ليمونة كبيرة باعصرها عليه. هي دي التتبيلة، معلقتين خل كبار. لو عندكم بقى صويا صوص، باربيكيو صوص، دبس رمان تحطوا، هاحط عليه دلوقتي معلقة صغيرة سكر أو معلقة صغيرة عسل نحل لو ما فيش دبس رمان. زي ما أنتم شايفين كده، وباقلب كل التتبيلة مع بعض لحد ما المكونات كلها تختلط مع بعض. دي أنا لقيتها محتاجة ملح تاني حطيت لها، أنا حطيت لها ملح وهي في الكبة، فهادوقها وأشوف الطعم محتاج ملح والّا لأ، لو محتاج باحط له. هنا حطيت تاني معلقة كبيرة زيت على التتبيلة. المقادير بتاع التتبيلة هاحطها في صندوق الوصف. دي نُص معلقة صغيرة سُمّاق هاحطها عليها برضه. والتتبيلة دي روعة يا جماعة، روعة في الشيش، طعمها جميل جدًا لأي مشاوي. هنا باجيب بقى قطع الشيش اللي أنا قطعتها. هو من الأفضل إن إحنا نعمله وراك، هو ممكن نعمله صدور برضه، بس الوراك بيبقى طعمها أحلى وبتبقى في نفس الوقت طرية، ما بتنشفش أوي. الصدور بتبقى متفّلة كده وبتبقى ناشفة أمّا بنشويها في الفرن. إنما الوراك بتبقى طرية والدسم اللي بيبقى في الوراك بيدّيها طراوة. ده التتبيلة بتاعتنا بقى، ممكن نسيبها ساعة، في التتبيلة ساعتين على حسب ما أنتِ عايزة. دي معانا بقى الخلة بتاعة الشيش طاووق زي ما أنتم شايفين أهيّة. وهنا معايا مقطّعة بصل، البصلاية باقطّعها 4 قطع وباقطّع كل ربع نُصّين، وبافرّطه من بعضه كده بيطلع بقى كل واحدة بوحدتها. ومعايا فلفل أحمر وفلفل أصفر وفلفل أخضر وطماطم برضه كُلّه مقطّعاه مكعبات. الفلفل برضه باقطّعه 4 تربع وكل ربع باقطّعه 2. هنا خدت الشيش من التتبيلة، حطيت بقى يعني تحطّوا في الخلة زي ما أنتم عايزين قطع الفراخ زي ما تحبّوا، ممكن تحطّوا 3 قطع، 4 قطع زي ما تحبّوا. وباحط فلفل وبصل وطماطم، وبعد كده قطعة الشيش، وبعد فلفل، بصل، طماطم، قطعة الشيش، فلفل، بصل، طماطم، قطعة الشيش بقى زي ما أنتم حابين. ترتّبوا الخلة زي ما أنتم عايزين إنكم تحطّوا فيها المكونات بتاعتها.
بادخّل الخلّة فيها كويس كده من ناحيتين كده عشان تثبت في قلب الخلّة ما تُقعش منها وهي بتستوي، قطعة الفراخ أهيّة زي ما أنتم شايفين أهي بادخّلها من جهتين أهي، جهة وأروح مدخّلة من الجهة التانية كده، وأحُط البصل، أحُط فلفل، أحُط الطماطم، إن إحنا نحطها في الخلّة كده براحتكم زي ما أنتم عايزين. وزي ما قُلت لكم الوراك بتبقى طعمها أحلى في الشيش أحلى من الصدور، بس لو في صدور لو أنتِ خالية فرخة كاملة ما فيش مشكلة، ممكن أنتِ تخليها في البيت فرخة كاملة، فممكن تعملي الصدور مع الوراك، بس بتحطي بقى في الخلة الصدور لوحدها والوراك لوحدها في الخلة. هنفضل بقى نعمل ال نملى الخلة كلها زي ما أنتم شايفين كده لحد ما نخلّص ال المكونات اللي معانا. زي ما قُلت لكم كله مقطّعة كل الخضار اللي معايا مقطّعاه كله مكعبات زي ما أنتم شايفين كده. إحنا لو عندنا أي توابل بقى ممكن أي صوصات ممكن نحطها مع التتبيلة، بس هي كده من غير صوصات والله طعمها جميل جدًا، يعني مش شرط نكلّف نفسنا ونجيب صوصات مخصوص عشان نتبّل بيها التتبيلات، هي لو موجودة عندنا بنحط، مش موجودة خلاص ما فيش أي مشكلة. ضيف هنا خلّصت كل الشيش بتاعي، هنا التتبيلة اللي فاضت بانزّلها على كل الشيش اللي أنا عملته، وباسيبها فيه برضه شوية تاني. بحيث إن هي البصل والطماطم والفلفل اللي معايا، بحيث إن هو يتبّل معايا تاني، باسيبها معايا شوية. بعد كده دي صينية غلّفتها ورق ألمونيوم، فلو ما فيش ورق ألمونيوم ممكن نحطها في صينية عادي جدًا ما فيش أي مشكلة، هي بس هتحروق معايا شوية، يعني أنا باحط بحيث إن هي الصينية ما تتعبنيش في الغسيل لمّا آجي أغسلها. هنا بارُص زي ما أنتم شايفين في الصينية أهيّة، يعني ممكن نحطه على الصينية على طول من غير الفويل ده لو مش موجود. بارصه بقى كده كله جنب بعضه على حسب الكمية اللي عندي، باجيب الصينية على مقاسها عشان تاخد الكمية بتاعتي كلها. وهنا التتبيلة اللي بقت اللي نازلة اللي معايا باحطها كلها على الشيش كده باوزعها عليه، واكون مولعة الفرن من قبليها يكون سخن، باحطها في الرف الوسطاني في الفرن لحد ما تستوي بقى وتحمر معايا. هنا أنا طلعتها هنا، يعني كان فاضل لها 3/4 سوا كده، طلعت خدت من الصوص بالفرشة كده وبادهن كل يعني كل ربع ساعة كده باطلّعها بادهنها زي ما أنتم شايفين كده، أو باقلب الشيش نفسه واحطها في الفرن تاني لحد ما تستوي معايا. هنا هاعمل مايونيز اللي هو من غير بيض. هنا معايا كوباية لبن حليب ساقعة من التلاجة، ومعايا كوباية زيت، وهاحط حوالي ربع معلقة صغيرة ملح. أو رشة ملح لحد ما أشوف ده الطعم بتاعها هيبقى معايا إيه. بعد كده باضربها في الخلاط، باضربها بتتقل معايا شوية كده، باروح شايلاه وأروح جايبة حاطة المنكهات بتاعتي، دي معلقة صغيرة مليانة مستردة، ومعلقة كبيرة خل، وبعد كده دي معلقة كبيرة عصير ليمون. بعد كده هاضربه تاني في الخلاط، أفضل أضرب فيه في الخلاط. لو ما لقيتوش تقل معايا بسرعة ممكن أنزّل بقى يعني حوالي معلقتين زيت كبار كده من شفشق من فتحة الخلاط من فوق كده وهو بينضرب، هيتقل معايا بسهولة. وزي ما أنتم شايفين معايا تقل أهو وقوامه ناعم وجميل، وفي نفس الوقت صحّي من غير أي بيض خالص وطعمه جميل جدًا. أهو أدي القوام بتاعه، ولمّا هاحطه في التلاجة شوية هالاقيه تقل معايا كمان أكتر من كده. بعد كده بقى هاحطه في التلاجة على ما الشيش يطلع من الفرن. هنا أهو بعد ما طلّعته من التلاجة شايفين القوام بتاعه والنعومية بتاعته عاملة إزاي، وطعمه جميل. هنا بقى دي الصينية اللي هاقدّم فيها، ده معايا عيش سوري أنا خابزاه برضه، عاملاه برضه قبل كده في القناة.
دي ده ده بقدونس مقطعاه، وده بصلاية صغيرة مقطعاها وحاطة عليها شوية دبس سُمّاق، شوية سُمّاق حطّاهم على البصلاية ودعك البصلاية بيهم كده عملتهم فرشة بقى للشيش كده، وهارُص الشيش بتاعي بعد ما طلع من الفرن. أنتم لو حابين بقى تحطّوا عليه تحطّوا بعد ما يطلع من الفرن كده نعمل له نولّع له فحماية على البوتاجاز ونحطّها فيه بيدّينا طعم المشوي، نحط له الفحماية ونغطّي عليه كويس عشان ياخد الدخان بتاع الفحماية بعد ما نطلّعه من الفرن. ده لو حابين تحطّوا عليه فحماية، مش حابين بنحطّه زي ما هو كده بيبقى طعمه جميل برضه. وهنا الشيش بتاعنا خلص زي ما انتم شايفين بالشكل ده كده. انا ما ولعت الشوايه ولا اي حاجه، هو استوى زي ما هو كده واتحمر في الفرن منه لنفسه كده. يعني كل شويه بقلب الشيش اللي تحت بخليها فوق، او بدهنها زي ما انتم شفتوني بدهن بالفرشه كده. ممكن تعملي معاه بقى صينيه رز معمر في الفرن، ممكن تعملي معاه مكرونه بالصلصه، يعني زي ما تحبوا. انا عملت معاه اللي هو المايونيز وعملت معاه مكرونه بالصلصه. وده هنا اهو شايفين الشيش اديني بقى بعد ما خرجته ادي شكله اهوت. بنطلعه في الرغيف كده وبناكله بالعيش السوري كده بيبقى طعمه جميل مع المايونيز. وبألف هنا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.